كورنر ديمشلاك بولندي سائر لحروب مدمره خسرانه، هدفه تدمير المانيا وتحطيم روسيا. لا يا عم وفي سايت تراب ايه؟ النبي عربي وبعدين انا مقاطع. قرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر جرافطه اخويا معتز اللي كنا بنحتفل بعيد ميلاده النهارده، ويا ريت اي حد يقول له كل سنه وهو طيب يبقى كتر خيره. السلام عليكم وحشتوني. طبعا انا عارف الاخبار ما كانتش حلوه في اخر كام يوم فاتوا، بس ابو ابراهيم في القلب وعصايته بقت رمز لكل صاحب حق. المهم انا عايزك تفرح باثر الموضوع دوت، والشيء تاني ان انا عدت معاه ماتش الزمالك وبيراميدز اللي لسه ملعوب من 10 ساعات، وده انجاز لان انا ان شاء الله هعمل لك الاهلي وسيراميكا كمان، فاستعد ويلا بينا. بدا ماتش الزمالك وبيراميدز بان الكوره بتقول في حد بيهاجم وحد بيدافع، بس الاثنين شبطوا في الهجوم وسابوا الدفاع، فال18 بقى سلطه بقى. واعتمد جوزيه جوميز على سؤال مهم، هو صانع اللعب بيعمل ايه؟ واما لقى الاجابه في راس السؤال قام نزل ب3 عشان يبقى الوصول كتير وحلو كده. اما المدير الفني البيراميدز منزوكيتش باين، فكان عنده حلين، لو اتزنقت باصي لابراهيم عادل، ولو اتزنقت قوي باص الكره ناحيتي هعمل حركتين وبعدها اطلع من هدومي اخدهم ينهار ونكسب. المهم الشوط الاول كان شوط سرياني متماثل، هتديني هجمه هديك هجمه، هتجيب جول هجيب جول، واللي يتعب الاول لعبته بتتص. وده ظهر في الدقيقه 13 بعد كوره عند ابراهيم عادل يخش عليه 2 من الزمالك، بعدها يعمل لهم سكيب ويعدي تتقطع منه، فتوصل لرمضان صبحي اللي يرجعها خبيثه ثاني لابراهيم عادل، وهوبا 1-0 للبيراميدز. وبعدها في الدقيقه 39 تماسي يترد لناصر ماهر الوحيد اللي نجح في انه يطبق الفيديو اللي بنشوفه قبل اي حجز بتاع ميسي سكيلز، ويعدي من 2 بحركه التنوره، وبعدها يتحرك ويعرضها لسيف الجزيري بواحده توظيف، وهوبا 1-1 للزمالك. عشان تنتهي الاحداث المهمه وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر جرافطه اخويا معتز اللي كنا بنحتفل بعيد ميلاده النهارده، ويا ريت اي حد يقول له كل سنه وهو طيب يبقى كتر خيره. هو بيراميدز طفح على انبي كده ليه؟ احنا اكبر انبوبه في مصر، وهات 100,000 جنيه عشان زياد كمال عيطش. وبصفتي رئيس بيراميدز انا بهدد اني لو ما كسبتش النهارده هفسي كل الكاوتشات اللي في مصر، وهسحب اي كومبرسور من اي ورشه. يا رب انصر الاتحاد السكندري، قوتنا في لمتنا. بس هي الحركه دي نهايتها ايه يا كابتن؟ هنطير باين. انت قامت قوي، قامت وصامت، يعني قامت معاك شاحن نوكيا 4. بص الحركه دي انا لوجو البوندسليجا. ادام الله الاخوه وادام الله الوحده وادام الله. الشيخ بلال طبله بدا دعاء الجمعه يوم الاحد العصر. شوف اللاعب الغير منظم فاصله من وسط الطابور بتاعنا ازاي، بس هو عوض وشه زعلان ليه؟ لا يا عم وفي سايت تراب ايه؟ النبي عربي وبعدين انا مقاطع. تسمع عن بيرسي تاو؟ ده بلدياتي، انا وهو شاربين من نفس الخرار. الاحمر كحك عليك بس غيره وانزل وينج. انا حكم مش مبرر ينزل يلعب طيشه ويعمل زياده عدديه. جسمه وحركته نصير مزراوي. انا دراعك اليمين يا مافيا يا كبير يا نصير مزراوي. الشرف بيقول انك تيجي لعدوك من وشه، اتفضل خد ظهري اهو، تعالى قابلني عند الركنيه بقى. راجل يا شيبي، راجل يا شيبي. ايوه تعادلنا، هاتوا السوبر بقى. ناصر منسي قال لنا ان 1-1 دي بتكسب لان الجول بره ارضنا بجولين. الحمد لله على السلامه. ما تجيب اللايك والشير والتعليق والاشتراك والحاجات الجميله بتاعتك دي عشان تقدر المحتوى ونعلى وكده. يلا بينا. انت عارف ان دي تاني احسن لحظه في حياتي بعد اللحظه اللي باكل فيها طبق المكرونه البشاميل اللي قبل ما يتحط في الفرن. ليه؟ لان دي اللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي لتبديلات الشوط الثاني لفت انتباهي عرب تخلص وما بتلعبش. احسن لاعب بولندي جه في تاريخ الزمالك في اسمه في مشلاك، الشادو وسط الفاك وينج كورنر ديمشلاك. وما لقيتش سبب كل ده، وده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير انكر كليك ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر وبولندا والامم المتحده. كورنر ديمشلاك بولندي سائر لحروب مدمره خسرانه، هدفه تدمير المانيا وتحطيم روسيا. فلو بصيني على عدد الاهداف التي سجلها كورنر ديمشلاك سنجدها 34 1934 هو العام الذي تم توقيع به اتفاقية عدم الاعتداء الألماني البولندي كورنر ديمشلاك الذي يلعب في الزمالك الذي أسسه البلجيكي جورج ميزربخ. بلجيكا التي احتلتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بعد بولندا. كان زعلان من الفقر الشيوعي افرح بالخازوق الرأسمالي. خد السوفيتية. لعب كورنر ديمشلاك في نادي ليجيا وورسو البولندي، حلف وورسو الذي أنشأه الاتحاد السوفيتي في عاصمة بولندا والذي انحل في عام 1991 وبترحل 1991 من 1997 وهو العام الذي ولد به كورنر ديمشلاك تصبح النتيجة 6 هو عدد المباريات التي لعبها كورنر ديمشلاك مع نادي
نادي احمد غرزوني. احمد غرزوني هو النادي الروسي الوحيد الذي لعب له كورنر ديمشلاك. ازاي؟ طب خد الناحيه العثمانيه بتاع كل حلقه. انتقل كورنر ديمشلاك من نادي غرزوني الروسي الى انقره غوغو التركي. روسيا وتركيا، حروب روسيا والدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه التي حكمت السعوديه ومصر. مصر التي بها نادي الزمالك، السعوديه التي بها نادي احد. نادي احد الذي انتقل منه كورنر ديمشلاك الى نادي الزمالك. وبشق الخيوط اذن كورنر ديمشلاك سائر بولنديا لحروب مدمره خسرانه، هدف تدمير المانيا وتحنيط روسيا. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. سلام. الحمد لله على السلامه. استعد عشان احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني ما حصلش فيه حاجه غير ان بيراميدز ضيع بيل انه ما اتحسبلوش جول ظلم. فخد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظرك. شامم ريحه زكريا الوردي وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. حاضر هنهدى يا جدعان، حد يديله حقنه ولا يسكنه. الدوده رجعت تلعب عنده تاني. هل هي ليلة رمضان صبحي؟ بركاتك يا ابن الفقريه. بقول لك ايه، انت فلقت شوم على دماغي. قلنا ماشي بنقضي المصلحه. ضربتني اول قلمين قلنا بنقضي زفت المصلحه. لكن القلم التالت ده افترى، ده بور افترى. اللبن الزيتون ولا حاسب يحرق تمركزاتي كل يوم قاضيه كده. استنوني في البرونزيه. لان ما كانش صح تعمل كده. يالا انا كنت يالا لما بشوفك محتاج بقف معايا. يالا دي اصلك وسخ. ايه يا اسطى ده الخط الاحمر قشر 3/4 دماغ اوباما. بس قشطه الديربي حلو برضه. وطي هاتوا يا عم، عيب يا عم. طب خلاص نعيد القرعه ووطي انا. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. ولو الفيديو عجبك اديني لايك وادي تعليق باللي عندك ايا كان ايه اللي في نفسك. بس كده انا كده خلصت. وما تنساش بس شيء مهم، انك تدعي لنفسك وتدعي لغيرك، لان الدعاء عباده. فالدعاء ما تنساش منه ناس مهمه. انت فاهم انا قصدي على ايه؟ عشان انا خدت بما فيه الكفايه من بلاوي يعني على القناه دي. يلا سلام.